حنبن ولعنا. بعد الانتقادات العديدة التي وجهت لفيلم اللي اختشماته قبل أن يتم عرضه، أخيرا قدمت شركة الريماس للإنتاج الفني الإعلان الخاص بالفيلم الذي حقق 700 ألف مشاهدة في يوم واحد، وذلك قبل طرحه في دور السينما يوم 20 إبريل. أثار إعلان الفيلم عدد كبير من الانتقادات إلى الفنانة عبير صبري بسبب ظهورها في حوض الاستحمام شبه عارية، ولكن الرقابة أكدت أن الفيلم ليس به أي مشاهد جريئة. ويذكر أن فيلم اللي اختشماته واجه خلال الفترة الماضية العديد من الاتهامات حول تشابه قصته تارة بفيلم مصري سبق أن قدمته الفنانة شادية وهو المرأة المجهولة، ومرة أخرى تشابه الأفيش الخاص به بأفيش فيلم لبناني هو أوتيل بيروت الذي قدمته الفنانة دارين حمزة. ويتناول الفيلم عالم المرأة من خلال 7 شخصيات نسائية تربطهن صداقة عميقة، يجسدن أنماط مختلفة من النساء في المجتمع، كما تدور أغلب لقاءاتهن حول مناقشة مشاكلهن والسرسرة بقصص النساء فضلا عن بحثهن الدائم عن البهجة. وقد صنف الفيلم زائد 16 عام طبقا لما أعلنته الرقابة على المصنفات، ويتم عرض الفيلم في 65 دار عرض داخل جمهورية مصر العربية فضلا عن عرضه بنفس التوقيت في عدد من الدول العربية. الفيلم بطولة غادة عبد الرازق وعبير صبري وسلوى خطاب وهيدي كرم ومروة اللبنانية ومروة عبد المنعم وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز.